يومكم جميل ان شاء الله. ايه الاخبار؟ بقالنا كتير قوي ما عملناش اي فيديو، ما اتكلمناش وما قعدناش نحكي. جايز الاحداث مخليه المود او مزوده ان المود مش ما يبقاش احسن حاجه. بس خلينا نفصل شويه وخلينا نحكي ونتكلم حبه. تعالوا نتكلم العلاقه ما بين اطراف المهنه دي، مين هم اطراف المهنه دي والعلاقه ما بينهم ودور كل واحد فيهم ايه. آه، العلاقة ما بين أطراف المهنة، هي زي سيركل أو زي دايرة. لازم تكون مكتملة ومتنظمة بشكل حلو، يبقى فيها هارموني. ما ينفعش يبقى فيه آه، طرف مش فاهم التاني، لأن الدنيا أو الدايرة كلها هتبقى مش أفضل حاجة. عندنا الأطراف الأساسيين في المهنة بتاعتنا هو المهندس والمالك والمقاول. كل واحد ليه دور. يعني في ناس تقول لي طب هو الملك ليه دور. ده الملك ليه دور كبير قوي. الملك هو الاصل في العمليه التصميميه. لان انت ما بتيجي تصمم حاجه، انا ممكن اديك شقتين مساحه كل واحده 100 متر ونفس التقسيمه بتاعت كل شقه ونفس عدد الاوض وكل حاجه، ولكن المالك ده يختلف عن المالك ده. آه، كل واحد فيهم ليه متطلبات وليه احتياجات. احنا ما بنصمم يا جماعه، مش وانا اتكلمت كتير في الموضوع ده، اتكلمت كتير قوي. ما بنعملش التصميم بناء على شكل وخلاص، احنا بنشوف احتياجات العميل. وانا في المحاضرات بقول كلمه كويسه قوي وهقولها لكم دلوقتي، بقول الحكايه. انت ما بتصمم بتدور على الحكايه، حكايه العميل. ايه الحكايه بتاعته؟ عايش ازاي هل البيت اللي هو واخده ده بيت مؤقت، بيت هيبقى آه، دائم ليه، هيأجره، هيبيعه، قاعد فيه هو واسرته، قاعد فيه لوحده. كل اللي انا بحكيه ده هي المتطلبات اللي هي الحكايه يعني. هي المتطلبات بتاعت العميل اللي بنخلق من وراها، او اللي بتخلق لنا الافكار اللي احنا بنبدا نشتغل عليها تصميميا. لان زي ما قلت، لو جبت لك شقتين كل واحده نفس المساحه ونفس التقسيمه وكل حاجه، واديت الاولى لعميل واديت التانية لعميل تاني، س- معلش يا جماعه، فيقول لك ايه بقى؟ يقول لك الشقه دي لو جبت شقتين والشقه دي اديتها لعميل والشقه دي اديتها لعميل تاني، هتلاقي هنا متطلبات واحتياجات وبتاع غير ده خالص. وجرب ان انت لو هنعمل تيست يعني او تجربه، ان انت تخلي العميل ده يقعد في الشقه دي والعميل ده يقعد في الشقه دي ويتصرف من غير بقى مصمم ولا بتاع، طبقا لاحتياجاته هو. يجيب هو فرش ويجيب عفش ويجيب مش عارف ايه وبتاع، هتلاقي ده شكل وده شكل. وهتلاقي ده فرش بطريقة وبنظام، وجاب جاب عناصر في المكان مختلفة عن التاني وبتاع. إذا معنى كده إن الأصل في العملية التصميمية هو المالك، واحنا بس دورنا ان احنا بقى بننظم احتياجاته، بننظمها بالطريقة السليمة او بالطريقة الصحيحة. بنوزع. هو ما هو حابب لون معين، اللون ده انا بحطه بشكل مناسب، ما يبقاش معمول بشكل عشوائي. طيب تعالى نرجع تاني بقى نحكي في الموضوع. الاصل في العلاقة دي مين؟ الاصل في العلاقة دي المالك هو اللي بيجيب المهندس، والمهندس هو اللي بيجيب المقاول. في بقى ناس بتبوظ العلاقة دي. يعني يجي المقاول دي على فكرة بتشمل اللي تحت منه كمان، العامل والفني والصنايعي جميع الناس اللي بيشتغلوا، فريق العمل كله اللي بيشتغل في المهنة. فساعات بقى يجي المهندس يقول لك ايه، انا اسف، يجي الملك يقول لك ايه بقى، انا اوفر فلوس المهندس واجيب انا المقاول على طول. طبعا يعني مش محتاجين اقول لكم يعني ايه اللي بيحصل. وبتلاقي نفسك خسران حاجات كتير. وده مش شرط يبقى قصور على فكرة في المقاول، ولكن ده نظرا لطبيعة شغل المقاول. ممكن شغل المقاول هو بيقتضي على او بيرتكز اكتر على عملية التنفيذ بس، او عملية ادارة
الفنيين اللي شغالين والكلام ده كله، لكن ما يقدرش ياخد المعطيات من العميل. وان كان انا عارف ان في ناس هتقعد تخلفني راي ويقول لي انا جامد جدا وانا بعرف اخد المعطيات وانا بعرف اخد من العميل وعملت احلى شغل في الدنيا وتعالى اوريك. انا مش داخل معاك يعني خناقه والله. انا بتكلم كاصول علميه. احنا المفروض ان احنا بنبقى دارسين الكلام ده او فاهمين الكلام ده. احنا حتى لو المقاول بيعرف يعمل العمليه دي عمره ما يكون زي المتخصص في انه يعمل كده. على فكره دور المصمم او المهندس هو دوره كده اصلا، دوره ان هو ازاي ياخد المعطيات دي وازاي يكشف على العمليه ويعرف الاحتياجات بتاعتها ايه، ازاي يشوف العمليه هتدار بالكامل ازاي. معلش الفيديو قد يكون طويل شويه، بس هو يعني انا بحكي معاكم، يعني انا حابب نقعد نحكي، بقالنا كتير ما قعدناش نحكي، فحابين نقعد نحكي شويه بس. فانت نرجع تاني نقول طيب دور كل واحد ايه بقى، يعني دور المالك ايه ودور المهندس ايه ودور بتاع المقاول ايه والكلام ده كله. المالك زي ما قلت دوره ان هو هيديك المعطيات اللي انت هتطلبها، اللي انت كمصمم هتطلبها. المصمم دوره ان هو ياخد المعطيات من هنا يحطها هنا بالطريقه السليمه، ولو في النص قبل ما يدي المعطيات بتاعته، يعني ياخدها من المالك يديها للمقاول، لو في النص بقى حاجه لازم تتعدل. يعني ما يروحش ياخد العميل يقول له انا عايز اللون ازرق يقوم قايل للمقاول يعمل له لون ازرق، لا أنا كده يبقى انت فعلا انا اسف يعني، طب انا جبتك ليه يعني. بس انت دورك ايه بقى؟ دورك انك تقوم بالعمليه التنظيميه وتديها للمقاول او ترجعها للمالك تاني وتعدل عليها لو هي ما تنفعش. يعني المالك جه طلب منك يقول لك انا عايز الحوض على ارتفاع 2 متر مثلا، يعني بديك مثال بس عشان تفهمني، مثال بسيط يعني. مش هتروح بقى تقول للمقاول اللي انا عايزه على 2 متر، لا انت هترجع للعميل تقول له لا ده حاجه ما تنفعش، ده استخدام ما ينفعش مثلا يعني. ادي نقطه. عندك في حاجات كتير قوي في فنيات التشطيب انت بتبقى عارفها من التصميم من البدايه. يعني مثلا العميل طلب حاجات انت عارف ان دي اثناء عمليه التشطيب او اثناء التنفيذ مش هتبقى صح، مش موجوده في السوق، مش متاحه، مش هتمشي مع بعضها كشكل جمالي. طب هو انا دوري بقى ان انا ارفض ولا انا دوري ايه؟ لا انت دورك كمصمم دور استشاري فقط لا غير. اللهم الا في الحاجات اللي فيها مشكله، يعني اللي هي ما تنفعش. جه العميل قال لك بص انا عايز مواسير الصرف ارضى نوع ولا ارخص نوع، وده مش هيحصل طبعا. بل بالعكس انت بتلاقي العملاء بتقول لك والله انا جايبك انا عايز احسن حاجه في الدنيا. بس دي الحاجات اللي هو مش مقبوله. العميل طالب منك انك توفر في اسلاك الكهرباء، توفر في حاجه خطر. لكن في كرأي ذوق انت دورك استشاري. دورك ان انت توجه العميل بتاعك تقول له لا انت لو حابب اللون ده تعالى اقول لك نعمله بالطريقه ازاي ننظم العمليه قبل ما تروح تقول للمقاول نفذ. طيب دور المقاول بقى ايه بقى في القصه دي؟ هو دوره في عمليه التنفيذ ان هو يطلع الشغل بطريقه مظبوطه. يقول لك لو انت مش عارف وده مش صح قوي يعني، يقول لك لا الخطوه دي المفروض يسبقها الخطوه الفلانيه. ينظم اليات التنفيذ، فبيبقى كل واحد مركز في دوره. فلو المالك دوره مظبوط والمصمم عارف يظبط دوره والمالك عارف يظبط دوره، هتلاقي العملية مظبوطة 100%. ساعات بقى يجي المالك يبوظ العملية دي، ساعات يجي المصمم يبوظ العملية دي. يعني ساعات المصمم بيبقى مالوش في التشطيب ولا بتاع، ويقول لك انا اخدها انا واشطب وبتاع واكسب من الفلوس. هو الموضوع على فكرة مش كسب فلوس، صدقني ما تشتغلش حاجة انت مش فاهمها، لانك لو كسبت فلوس دلوقتي على المدى البعيد انت هتخسر جامد جدا جدا. وانت كده بتتعلم في الناس وبتخسر عملاء وبتبهدل الناس معاك وبتسوق سمعة المصممين. الدنيا بتمطر. انا قاعد تحت شجرة ويعني هتبهدل طين دلوقتي. ف فزي ما بقول لك انت ما تلعبش دور مش دورك. لو انت فاهم في عمليه التنفيذ كويس ممكن تصمم وتنفذ، وساعتها في الحاله دي بيكون افضل ليك. ومش معنى بقى ان انت هتصمم وتنفذ انك تعمل البلوه السوداء اللي كلنا بقى بنشوفها بتاعت اعمل الرسومات ليه، ما انا كده ولا كده انا هنفذ، وانا كده ولا كده فاهم انا هعمل ايه. لا 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 لا, لا. الكلام ده كله غلط. انت بتعمل الرسومات دي لاسباب كتير جدا.
يعني الرسومات الهندسيه اللي انت كمصمم بتعملها علشان مش انت لوحدك اللي شغال، وعلشان مش كل حاجه هتقعد كده نحتاج نقوم بقى، كده نحتاج نقوم، وعشان مش كل حاجه هتحتاج تقعد تقولها برق وبتاع، مش كل حاجه تحتاج تقعد تقولها للصنايعي او للعامل او للمقاول وينسى وتفتكر. لا لا لا، كل الكلام ده بيبقى هندسيا على شكل ورقي، بيبقى مكتوب ورقيا، فما بيتنسيش. وعمال بقى الصيانه بعد كده، العميل عايز يغير حاجه، عايز يركب حاجه في مكان معين، مش هيقدر يعمل ده لو هو مش عارف الاماكن الكهرباء انت موصلها فين جوه الحيطه، واماكن التغذيات انت عاملها ازاي، والمحابس انواعها ايه، وكل الكلام ده بيفرق جدا لما بيبقى اللي جاي بعد كده بيعمل معاملات او معالجات صيانه. وهو ده اللي بيخليك مع الوقت بيكون عندك اولويه وعندك ميزه قدام العميل، ان هو لما يعوز حاجه تاني او لما يكون في حد من معارفه محتاج حاجه. سيبك على فكره من موضوع الدعايه والمش عارف ايه الكلام ده كله، احنا بنقعد يعني هنقعد نعمل دعايه من هنا للصبح، العميل يقول لفلان فلان ده كويس. يعني انت بتقعد تتفرج على اعلانات مطاعم وبتاع من هنا للصبح، ما بتنزلش تدوق الا قليل يعني، او ما بتنزلش تجرب الا قليل. لكن لو جه واحد صاحبك قال لك المطعم ده جامد جدا، هتنزل وهتدفع فاهم؟ هي الفكره في كده، ان انت يبقى عندك دايما حته، معلش مش عارف اتكلم قوي، الدنيا بهدله يعني، فخلينا ندخل العربيه ونتكلم يعني. فهي اللي بتخلي عندك فكره اولويه او بتاع، هي اللي بتخلي العميل بعد كده يقول لك بص فلان ده، وما تروحش لحد تاني. بسبب ايه؟ بسبب ان شغلك مظبوط، بسبب ان شغلك متقن، بسبب ان انت بتتقن عملك. ومش عايز بقى اخش في حته ان سبب اصلا من اسباب الرزق انك تتقن عملك، وعندك فرصه كويسه قوي ان يعني مش عايز اقول كده، بس يعني احنا شايفين يعني في حاجات كتير مش حلوه، وفي ناس كتير قوي بتعمل شغل مش مظبوط قوي. فدي فرصه كويسه جدا ان انت تبقى متميز في شغلك. طيب تاني من الاول ونلخص الكلام والرغي ده كله، في ان انت المالك دوره انه يديك البيانات اللي انت هتطلبها منه، خلاص، وطبعا التكاليف والكلام ده كله. المصمم دوره انه يقود العمليه دي، وان هو ينظمها، وان هو يشوف هو الحاجات ايه، ينتقي بقى مصفى، ينتقي يقول لك ايه الحاجات اللي تنفع وايه اللي ما ينفعش، واللي ما ينفعش ازاي نخليه ينفع والكلام ده. ويدي المعطيات دي طبعا للمقاول، والمقاول دوره انه يركز في العمليه التنفيذيه، عمليه التنفيذ، عشان نطلع احسن جوده واحسن كواليتي. طب مين تاني ممكن نتعامل معاهم في المهنه دي؟ ممكن بقى نتعامل مع المهندس المدني او الانشائي، وده اللي هو دوره اصلا ان المبنى يقف اصلا. وده يمكن على الرغم من ان في خلاف كتير، يقول لك مين اهم، المعماري اهم او المهندس المعماري اهم ولا المهندس المدني اهم؟ لا، هو مفيش حاجه اسمها اهم ومش اهم، بس لو ده الكلام الصح يعني، هو كل واحد ليه دور. ولكن لو عايزين نقول يعني مين اللي من غيره المشروع يتوقف، المدني من غيره المشروع يتوقف. وخدوا بالكم انا مش بقول كده انا مهندس، لا انا اصلا بكالوريوس هندسه عماره على فكره، معماري يعني اصلا يعني. ودارس تصميم داخلي بقى، انا بقالي كتير قوي يعني، انا بقالي شغال في المهنه دي بقالي اكتر من 16 18 سنه من وانا صغير يعني. فانا دارس طبعا وحاصل على شهادات في الحته بتاعه التصميم الداخلي في اكتر من حاجه. وده كان جزء اصلا، التصميم الداخلي جزء من تخصصنا في عماره وكلام من ده. ولكن زي ما بقول لك المدني من غيره المبنى ما يتعملش اصلا. طب والمعماري دوره ايه؟ دوره ازاي ننتفع بقى من المبنى ده، ازاي نقسم المبنى، ازاي نخش منين المبنى، يبقى اتجاهاته ايه، شكله ايه، احط الاعمده فين علشان اقدر بعد كده افرش المكان بتاعي. يعني بيجهز المعماري، بيجهز تصميم، رغم ان هو اللي بيبدأ على فكره الشغل، يعني هو اللي بيعمل التصميم المبدئي اللي المهندس المدني بيشتغل عليه، ويرجع تاني للمعماري يعدل عليه، وتفضل عمليه رايحه جايه علشان نقرب المسافات مع بقى الراجل اللي هيصمم داخليا. الراجل اللي بيصمم داخليا ده دوره ازاي بقى يعالج المشكلات اللي سقطت مننا غصب عننا، يعني بروز عمود مش عارف ايه كلام من ده. وده بيطوعه حسب الحاجه. يعني في ناس تقول لك طب وانت ليه بقى كمعماري ما تظبطش شغلك من الاول؟ لا، دي بتبقى على حسب الحاجه. في عميل ممكن يستغل المسافه اللي ما بين العمودين دول ويعمل مش عارف ايه.
يعمل مكتبه، يعمل بتاع. في عميل تاني ممكن يحط سمه بينه، في عميل تالت يقول لك لا انا مش عاجباني، انا عايز اقفلها اخلي الحته متساويه. العميل اللي بيقول كده على فكره ما بيقولها لكش مباشره، هو العميل بيطلب هنا كذا، يعني يقول لك انا عايز مكتبه في المكان بتاعي. فانت كتصميم داخلي بقى تبدا تقول اطوع بقى المكتبه دي تتحط فين. هل تتحط ما بين العمودين والموضوع هيبقى شكله جميل، ولا هيبقى شكل الموضوع بايخ فلا لازم نخلي المكتبه دي بيلت ان، ولا نقفل اصلا الاعمده دي والمكتبه تبقى على جنب. يعني انت بقى اللي بتختار طبقا للامكانيات الماديه، ثم الطراز او الستايل اللي انت مختاره، و... وطبقا لرؤيتك التصميميه. يعني حبيت احكي كده وندردش مع بعض في العلاقه دي. حبيت ان احنا ممكن يكون صوتي عالي معلش شويه عشان قفلت بقى على نفسي وبتاع. حبيت ان احنا نبقى اتكلمنا بقالنا كتير قوي، ما عدتش اتكلم وما عدناش نحكي. وفي حاجات غصب عني ما اعرفش اقول، يعني في حاجات كتير قوي، يعني دبلوم التصميم الداخلي لما بتكلم انا هناك احنا بنتكلم في شهور، انت بتتكلم في شهور. فانا يعني في حاجات علشان اتكلم فيها هي ليها جذور اصلا. ففي مواضيع ممكن تلاقي حد يوتيوبر ولا بتاع ولا مش عارف ايه بيتكلم فيها، هو اداك فكره واداك معلومه لكن انت مش عارف تعمل بيها حاجه. وانا ما بحبش كده الحقيقه، يعني ما احبش اقعد اديك في معلومات كده وخلاص، ما تبقى انت خدت كلام عارف انت اللي هو ايه، انا رميتها لك وطلعت اجري. ولذلك ما برضاش افتح المواضيع دي من الاصل. ولذلك لما بتكلم بقى في موضوع بناخد وقت يعني، وما تلاقينيش بقى بقعد اعمل لك ايه كل يوم فيديو وبتاع، مع ان انا عايز في محتوى كده مجهزه ان شاء الله عايز اعمله ده ان شاء الله يفيد الناس اللي معايا في الدبلومه او الناس اللي بره. يعني بس ربنا يكرم لان انا عندي الوقت ضيق شويه، وزي ما قلت لكم في الاول المود برضو الفتره دي مش افضل حاجه قوي، وربنا ييسرها ان شاء الله. حبيت احكي معاكم ومعلش لو كنت طولت. بس شويه حكاوي شويه كلام لطيف اعتقد ان هو فاتكم، فيا رب يكون فعلا فاتكم. وهحاول ان شاء الله انزل الفتره الجايه شويه حاجات كده تعجبكم. يلا اشوفكم على خير، باي باي.